يا جماعه انا واقعه برامج الجهاز ده. حد يفهمني يعني ايه جهاز سعره متواضع جدا كده يقدر يعمل كل الحاجات دي وفي دقايق معدوده؟ تديله لحمه ورز يتحول لفرن مندي وفي كام دقيقه بس يطلع لك الرز النثري المفلفل واللحمه الدايبه دوب دي. واللي يعمل كده بقى مع اللحمه تفتكروا يعمل ايه في الفراخ؟ تديله بيض ولبن ودقيق وشويه حاجات لخبطيطه كده اهو يتحول لكيك هش ومرتفع ويهبل بالشكل ده. وعلى فكرة دي كيكة بنص مقدار. بيني وبينكم ما كنتش خايفة من ان دي اول تجربة في الحلة للكيك على قد ما كنت خايفة من ان سلمى اللي بتعمله. بس لا، ده انا جوز البت سلمى وانا حاطة رجل على رجل بقى. طب بلاش، طلعي اللحمة والخضار والصلصة والبصل والثوم وكل المكونات من الفريزر مجمدة كده الصبح وحطيهم في الحلة ودوسي على زرار وروحي شغلك هانم ملكة متوجة. هترجعي تلاقيها مسوية لك الأكل ومحتفظة بحرارته كمان لمدة 24 ساعة. التكنيك ده في الطبخ اسمه تكنيك 1 بوت ميل، ودي من اكتر الطرق الصحيه في الاكل. على فكره امهاتنا طول عمرهم كانوا بيطبخوا كده، الاكل كان بيبقى خفيف ومن غير اي مواد دهنيه، بس كانوا بيقولوا عليه اكل معمول ني في ني. طب عارفه البطاطس ولا الفراخ المقليه اللي بيبقى يوم ابيض على البوتاجاز والحيطان وريحه البيت بعد ما بنعملهم دول؟ انسي بقى الكلام ده كله، انسيه. جماعه دي بتشتغل قلايه كمان. واتفرجوا بقى على جمال البطاطس الدايبه من جوه ومقرمشه من بره دي. ولا الفراخ المقليه اللي هي مش فراخ قوي يعني. استنوا الفيديو اللي جاي عشان هبهركم بمكوناتها الاقتصاديه. طب تعرفي اني شغلتها فرن عيش وعملت فيها البيتزا والتوست كمان؟ وممكن كمان تعملي فيها كسكسي وتاخدي منها احلى خضار مقرمش ومحتفظ بكل خواصه الغذائيه لو شغلتيها على خاصيه الطبخ بالبخار. ولا الفراخ المندي بتطلع دايبه دايبه وفي دقايق دقايق يا جماعه. طب نسيبنا بقى من كل اللي فات ده ونركز على الفول والرز بلبن. فاكره لما كنا بنقعد نتحايل عليهم بالساعات عشان يخلصوا؟ انسي بقى الكلام ده خالص، انسيه. في دقايق معدوده الفول هيبقى كهرمان كده والرز هيبوش في ثواني من غير ما تقلبيه ولا تحطي فيه معلقه. حاجه كده بتشتغل على الهادي يا زبادي، وهتاكلي رز بلبن دايب دوب وكريمي من غير نقطه نشا ومن غير ما تضطري تضربي جزء منه عشان تربطي بالمكونات. بصي المنظر عامل ازاي، ولا اجدعها محل رز بلبن هيطلعوا بالجمال ده. هتقولوا لي طب بالنسبه للكهرباء؟ بصي بقى يا ست الكل، الجهاز بيوفر جدا في الكهرباء لانه مزود بخاصيه الانفرتر اللي بتخلي سحب الكهرباء ليه لا يذكر. ده غير ايه كمان بقى؟ تعالي اقول لك على الحركه الجهنميه دي. بصي، مش الجهاز بيحتفظ بالحراره لمده 24 ساعه؟ طب الست المصريه الاصيله تعمل ايه بقى؟ تشغل الجهاز كام دقيقه بس وتفصل وما تفتحش الغطا، ومن البخار يدوب المكونات اكتر ما هي اصلا دايبه. هو اللي عمل الجهاز صحيح روسي، بس معلش بقى المصري معروف بجبروته برضه. بالنسبه للتوفير كمان عايزه اقول لك ان الحله دي هتغنيكي عن كل الاجهزه اللي في مطبخك تقريبا. ده غير توفير كهرباء غسيل الاطباق ولا المنظف بتاعها. انت بتطبخي كل حاجه في جهاز واحد بطريقه صحيه من غير دهون من غير مواعين اثناء التحضير ولا حتى اطباق. انا بقيت احط الاكل كله في طبق كبير كده اهو، وهو بالمره ناكل كلنا من طبق واحد ونوريهم الدفى اللي كان بيحصل ايام ما كنا بنشارك مع بعض الاكل. طب تفتكروا اختراعاتي في الحله خلصت لحد هنا؟ لا، ده لسه ياما في الجراب يا حاوي، لسه ما شغلتهاش فرن تنور وقصص كده كتير استنوها الايام الجايه. الحله اللي فيها 14 برنامج وساعاتها 6 لتر و1000 واط دي، واللي جسمها من بره ستانلس وحلتها تيفال، ما شفتش في جماله ولا في سهوله تنظيفه قبل كده. متوفره بكميات محدوده جدا جدا وبسعر مميز جدا 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 وشحن مجاني كمان لحبايبي. بس عند كيان ستور هسيب لكم كل وسائل الاتصال بيهم في الكومنتات. صحيح نسيت اقول لكم ان الحله الراف دي هي تقريبا الحله الوحيده في السوق اللي بتدي ضمان 3 سنين. ومش قادره احكي لكم على جمال منتجات راف بالرغم من تواضع سعرها ولا خدمه ما بعد البيع والصيانه. بجد بجد ناس محترمه جدا جدا وعن تجربه. اتمنى لو اختراعاتي في الحله الرهيبه دي عجبتكم تعملوا لي لايك وشير وتسيبوا لي كلمه لطيفه زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. انا شيماء البهائي.